بمناسبة ماتش برشلونة وباريس، تعالوا كده نقارن عربيات لعيبة برشلونة بعربيات لعيبة باريس ونشوف مين يكسب. ودي السلسلة اللي هنقارن فيها عربيات اللعيبة في الماتشات المهمة. ونبدا بالباك رايت. كونزي عنده بنتلي بنتيجا، المفروض بشعره ده يكون عنده مثلا نيسان جوك الشكل القديم الوحشه دي. اما اشرف حكيمي عنده جي 63 عرباوي اصيل. اشرف حكيمي اول ما جاله فلوس اشترى جي 63 زيه زي اي بني ادم عربي. الفرق مش كبير، لكن عربيه كونزي احسن شويه، فكده 1-0 لبرشلونه. نخش على مركز خط الوسط. ديونج عنده عربيه بورش كايان قشطه شغال، انما فابين رويز عنده عربيه سمارت فورتو. ايه يا عم رويز الغلب ده؟ يعني مظلوم في الملعب ومحدش بيجيب سيرته، كله بيقول فيتينها ونيفيز، وكمان مظلوم في العربيات. يا راجل ده انت عندك عربيه لو حد ساكن في مفيده مش هيجيبها لابنه. قد ايه انت انسان قنوع. ولكن مع كامل الاحترام للقناعه، نتيجه دلوقتي 2-0 لبرشلونه. نخش على مركز الوينج اليمين. طبعا لامين يامال هو صغير جدا، ما عندوش عربيه، تقريبا بيروح ببص، لان هو اصلا لسه ما طلعش رخصه، لكن تلاقيه عنده عربيات كوبرا اللي كل لعيبه برشلونه بياخدوها. ولكن جيرمي دوي عنده عربيه استون مارتن دي بي اكس، هو اكبر منه بسنتين بس، لكن فرق العربيات كبير. وبكده بي اس جي في طريقها للريمونتادا 2-1. احسن عربيه عند البالوندور يا عثمان ديمبلي هي بنتلي بنتيجا وكمان منصوري. بنتلي بنتيجا وبالوندور، الدنيا ولعت خالص عند ديمبلي. كان فين الشقاوه دي ايام برشلونه؟ ليفاندوسكي احسن عربيه عنده هي فيراري اف 12 بيرلينيتا. هي كعربيه الفيراري احسن، انما كسعر لا البنتلي اغلى، عشان الفيراري بطلت تنزل في 2017، فمع الاسف هنديها لباريس وكده 2-2. بصراحه البوينت دي جدليه جدا، بس اعتبره هدف اوفسايد. واخيرا المواجهه اللي هتحدد مين اللي هيكسب بين كفارستخيليا وراشفورد. كفارستخيليا عنده عربيه اي ام جي جي تي ار، الراجل ده رايق في اللعب وعربياته وكل حاجه، انما راشفورد عنده رولز رويس كولينن. وبكده النتيجه تبقى 3-2 لبرشلونه، وبرشلونه تفوز بالمباراه. وبصراحه النتيجه دي منطقيه جدا حتى في الماتش. فمن غير ما اطول عليك، قول طول يا ابو الصفاصيف. لو عجبتكم السلسله دي قولوا لي في الكومنتس وان شاء الله نكمل فيها. لو انت بتحب العربيات ما تنساش تعمل فولو او سبسكرايب.